السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. النهارده بقى قبل ما نبدأ كلامنا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبيبي يا رسول الله، النهارده بقى جايين لكم في فيديو جديد ويا رب يعجبكم. بس بالله عليكم اللي بيشوفني من أي مكان داخل مصر خارج مصر يشرفني باشتراكه و يضغط على كلمة الكل عشان يوصلوا كل جديد مني، ويحط لايك حلو وكومنت جميل عشان المشتركين قليلين يا حبايبي، فأرجو منكم الدعم. النهارده بقى جايين لكم في فيديو جديد ويا رب يعجبكم. الفراخ المسلوقه دي بعد ما نسلقها بنحمرها ونرشها إيه الدقه. فانا النهارده بقى هعملها بالصلصه، بس هحط كده فيها كام تكه بتخليها زي المشويه بالظبط. عندنا ايه بقى المكونات؟ صلصه حمراء اللي هي المعلبه، ونقطه خل مش هنحتاج الا نقطه، وزيت، والفراخ طبعا مسلوقه، ونص ليمونه، وملح وفلفل وكمون وكزبره وشطه حمراء وبابريكا وزعتر وكركم وبهارات فراخ ورشه سكر. بس اي توابل عندكم بقى تحب يعني ايه، لو عندكم بهارات فراخ زعتر كده، انما يعني ورشه قرفه، رشه توم بودره، بصل بودره. مش هتقول لكم لا في التوابل، بس لازم ايه تحطوا كده رشه من كل حاجه. هي الكاميرا مكبراها يعني، انا حاطه رشه من كل حاجه، والملح والفلفل وكده. دي بقى بتديها تطعيمه حلوه. رشه السكر ده حبايبي ممكن تبقى معلقه عسل نحل، معلقه صغيره عسل نحل، وممكن تبقى دبس رمان، تبقى حلوه قوي قوي قوي. فهنحط الصلصه في الطبق وعليها المكونات ونشوف هنعمل ايه. حطينا الصلصه اهي في الطبق، هنحط التوابل اللي عندنا ورشه السكر، هنحط يعني نقطه خل كده، نقطه، عشان ايه تحسوا بقى الاولاد انها مشويه، بس هتعجبكم والله احلى من المشويه كمان. وحبه زيت، وهنعصر الليمونه، هنقلبها بقى مع بعض يا حبايبي. بعد ما عصرنا الليمونه وحطينا كل التوابل، هو فيديو صغنون وبسيط بس هتعجبكم قوي 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 وهتستسهلوها. يعني هي مش هتخش الفرن اللي هو ده هتتحط تحت الشوايه بس، وبتشوى بقى على الجنبين عشان تبقى زي المشويه. يعني لو عايزين تدهنوها كامله كده، الفرخه كامله من بره ماشي، بس انا بقسم الفرخه اربع يعني 4، كل فخذ لوحده وكل صدر لوحده، بقسمها على 4 عشان اعملها من على الجنبين، بتبقى جميله قوي. عايزين تعملوها كامله اعملوها. احنا دوبنا اهوت المكونات كده. هنجيب بقى الفراخ يا حبايبي كده، معلش بقى عشان ايه بصور بايد لوحدي، وهنعملها بقى ايه من جوه ومن بره كده اهو بالصلصه على الجنبين كده. الكركم يا حبايب قلبي مع الصلصه بيدي لون بقى في النهايه خطير. حبه الكركم مع الصلصه جمال جمال جمال. جربي ومش هتندمي. شوفوا لونها اصلا، ده كمان الاضاءه عندي وحشه عشان معلش حبايبي بأسف النور مقطوع مش بايدي يعني. هكمل كل الكميه واجيلكوا بقى دلوقتي يا حبايبي اهوت. انا قلت لكم ان انا قسمتها 4 كده، عملتها بقى من على الجنبين، يعني من الوش ومن الظهر كده بالصلصه، بالظهر كده برضو بالصلصه، وحطيتها بقى على صينيه كده مدهونه زيت. عايزين تدهنوها زيت الصينيه، صينيه بيتزا، بس المهم ان حافيه الصينيه تكون ايه مش عاليه. عايزين حافيه الصينيه ايه صغيره، فبندهنها بقى كده. الطريقه دي احسن ما تعملوا الفرخه كامله. ودي بقى الرقبه والحاجه كده انا بحب اكلها يعني، فعملتها كده زيهم وحطيتها على جنب. بنسيبها بقى كده حبايبي 10 دقايق بالظبط، وندخلها بقى تحت ايه، مش في الفرن بقى حبايبي من تحت، لا بنحطها تحت الشوايه، شويه من على الوش اللي فوق، وبعد كده ايه نشويها شويه من على الوش اللي تحت. احنا هنسيبها كده 10 دقايق وبعدين ندخلها الفرن تحت الشوايه حبايبي. دلوقتي حبايبي الشوا اهي من على جنب، من الجنب الاولاني تحت الشوايه. بنقلبها بقى
على الجنب التاني عشان تاخد لون زيه وزي ده. بتبقى بقى والله يا حبايبي خطيرة. شوفوا اللون وجماله. هقلب بقى كلهم وادخلهم على الشواية وشوفوا الشكل النهائي. الوقت يا حبايبي هي كده خلاص خلصت. شوفوا بقى شكلها وجماله. اللي يشوفها حبايبي يقول مشوية مشوية يعني، واحنا ما عملناش فيها حاجة يعني. احنا محدش يصدق ان دي فراخ مسلوقة جميلة. وانا يا رب بس تعجبكم، ولو عجبكم جربوها واكتبوا لي في الكومنتات تغيير عن المحمرة. وارجو منكم بقى اللي بيشوفني من داخل مصر او من خارج مصر يشترك في القناة ويفعل الجرس بكلمة الكل عشان يوصل له كل جديد مني، ولايك حلو وكومنت مسكر زي فانزاتي الحلوين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.